في قلب الفوضى، حينما تضيع الملامح بين أسماء النجوم اللامعة، ينبثق في الظلال رجل لا يهوى الضجيج ولا يسكن أغلفة المجلات، لكنه كان دوما موجودا في اللحظة التي يتراجع فيها الكبار ويختفي فيها القادة. لم يكن الأسرع ولا الأكثر مهارة ولا حتى الأكثر أناقة، لكنه كان الأكثر حسا باللعبة والأكثر إيمانا بدوره، حتى حين كان الدور يبدو بسيطا. في زمن أصبح فيه خط الوسط ساحة للفنانين، ظل هو يقدم الفن بلون آخر، فن التمركز، التوقع، وتوقيت الاندفاع. ما من مدرب عمل معه إلا وصفه بجملة واحدة: هو المدرب الذي يرتدي القميص بدلا عني داخل الملعب. لم يكن قائدا بالصراخ أو بالعصبية، بل بثقله. تقرأه الجماهير من خلال صمته، ويفهمه اللاعبون من نظرته. لم يكن الموهوب الذي تسلط عليه الكاميرا، بل هو الذي يختبئ خلف النجاح دون أن يطالب بشيء. هذا هو كيفن نولان. ولد في 23 من يونيو عام 1982 في حي توكستث بلندن، لكنه نشأ وتربى في مدينة ليفربول على بعد أمتار من ملعب أنفيلد. كان محاطا بأسرة متوسطة الدخل، لا تهتم بالترف ولا بالأضواء، بل بالتعب والمثابرة والولاء لما تؤمن به. والده كان رجلا عاملا في قطاع البناء، ووالدته مربية أطفال، وكانا يرغبان أن يكبر ابنهما ليصبح رجلا صالحا. لكن كيفن كان يحمل بين ضلوعه شيئا آخر. في طفولته لم يكن يرى كثيرا في شوارع ليفربول، لأنه كان منهمكا في ممارسة كرة القدم في الأزقة الخلفية، وأحيانا في فناء المدرسة، حيث كان يفرض هيبته منذ أن كان في 10 من عمره. قال عنه أحد معلميه لاحقا: لم يكن مثل بقية الأطفال، كان يتحرك في الملعب وكأنه يعرف ما سيحدث بعد 5 ثواني. في سن 15 اجتاز اختبارات الانضمام إلى الأكاديمية بولتون واندررز. لم تكن بولتون في تلك الفترة فريقا مرموقا، لكنها كانت تملك أعينا خبيرة، وقد لمحت فيه شيئا مختلفا. في مقابلة لاحقة قال عنه أحد مدربي الأكاديمية: كان يملك دماغ قائد في جسد مراهق. لم نكن نحتاج لتدريبه على الانضباط، بل فقط على التحمل البدني. عام 1999 وقع نولان أول عقد احترافي له مع الفريق الأول لبولتون، وهو لا يزال في 17 من عمره. كان فريقا يضم لاعبين أكبر منه ب15 أعوام، لكنه لم يتردد، بل بدا وكأنه ينتظر هذه اللحظة منذ زمن طويل. في أحد الأيام أصيب لاعب الوسط الأساسي في الفريق الأول، ووجد المدرب سام ألبارديس نفسه مضطرا لاستخدام نولان في مباراة صعبة أمام سويندون تاون. دخل نولان بتعليمات واضحة: العب بسيطا، لا تخاطر. لكنه بعد 20 دقيقة كان قد مرر كرة حاسمة، وسجل هدفا رائعا بتسديدة من خارج المنطقة. عندها فقط قال ألاردايس مساعده وهو ينظر لوجهه بدهشة: لدينا شيء نادر هنا، قائد لا يعرف أنه قائد بعد. لم تكن تلك المباراة مجرد بداية عادية، بل كانت إعلانا لقدوم رجل سيلعب دور الرمز الخفي في العديد من الفرق، وسيمضي مسيرة طويلة دون أن يغيب قلبه عن أي موقع. منذ تلك المباراة لم يعد كيفن نولان مجرد شاب موهوب، بل أصبح عنصرا دائما في خطط سام ألاردايس، المدرب الذي آمن دوما بأن النجاح لا يبنى على المهارات فقط، بل على الذكاء والانضباط والرغبة في التطور. بولتون كانت تعيش واحدة من أهم مراحلها، فالفريق كان يقاتل من أجل الصعود مجددا إلى الدوري الممتاز، ونولان كان يشكل نقطة التوازن في وسط الميدان رغم أن عمره لم يتجاوز 18. في موسم 2000 إلى 2001 ساهم نولان في صعود بولتون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان أحد أصغر لاعبي التشكيلة الأساسية. في ذلك الموسم شارك في أكثر من 50 مباراة في جميع المسابقات، وسجل عدة أهداف حاسمة. وبدأت الصحافة تتساءل: من هو هذا الصبي الذي يبدو وكأنه لاعب لسنوات؟ لكن نولان كما سيعرف لاحقا لم يكن يحب الكاميرات ولا التصريحات المدوية. كان يرد على كل سؤال داخل المستطيل الأخضر، وبلغة يفهمها كل من يحب كرة القدم: الاستمرارية. في مقابلة صحفية مع قناة BBC في بداية موسم 2001 إلى 2002 قال عنه سام ألاردايس: لو كان نولان فرنسيا أو برازيليا لكان سعره الآن بالملايين، لكنه إنجليزي،
ونشأ في الظل ولهذا لا يلتفت إليه. ذلك الموسم كان حاسما، إذ دخل بولتون الدوري الممتاز وسط توقعات بهبوط سريع، لكن الفريق خالف التوقعات ونولان كان في قلب كل لحظة مفصلية. في المباراة الافتتاحية ضد ليستر سيتي سجل نولان هدفا وصنعا آخر وقاد الفريق للفوز 5-0، وهي نتيجة أربكت الصحافة وجعلت الجميع يعيد النظر في تقييم بولتون. لم يكن الأداء فرديا من نولان فقط، بل كان تنظيمه للوسط هو ما مكن الفريق من السيطرة والتحول السريع من الدفاع للهجوم. في موسم 2002 إلى 2003 بدأ الفريق يثبت وجوده في البريمير ليج، ونولان أصبح أكثر نضجا. كان يقرأ الملعب ككتاب مفتوح ويعرف متى يصعد ومتى يتراجع. قال عنه جي أوكوتشا الذي انضم إلى بولتون في تلك الفترة في إحدى مقابلاته: حين وصلت إلى بولتون كنت أعتقد أنني سأقود الفريق، لكنني وجدت قائدا شابا يعلمني متى أتحرك ومتى أهدأ. نولان كان لاعبا لا يقهر ذهنيا. وجود أوكوتشا وإيفان كامبو ويوري جوركايف إلى جانب نولان لم يكن يخيفه، بل كان يزيده قوة. لقد فهم مبكرا أن القائد الحقيقي لا يحتاج أن يكون النجم، بل أن يكون من يفهم كيف يخرج الأفضل من كل من حوله. بدأ بولتون ينافس فعليا على المراكز الأوروبية. في ذلك الموسم تألق نولان بشكل خاص في مباريات صعبة، مثل المواجهة أمام أرسنال التي انتهت بالتعادل 1-1، حيث سجل هدفا رائعا بكرة مرتدة من خارج المنطقة. في ذات الموسم وصل بولتون إلى نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة أمام ميدلسبرا. And the toss he's going to continue to use. And Mendieta has switched it to Zenden. Right across for Job, and it is a fantastic start for Middlesbrough. It's a great throw in. Here's Djorkaeff. Mills got across, and the referee in the way of Simon Charlton. Djorkaeff and Schwartz. Mendieta steers it through for Job, who's got one goal already. It's a penalty. Emerson Tom has conceded a penalty. And Middlesbrough here have a chance to go 2 up. Zenden. Oh, he's unlucky, Jääskeläinen. He got a foot to it, but he couldn't keep it out. And this is an unbelievable start for Middlesbrough. Taken away from him all too easily by Kevin Nolan. Now Davis, trying to get away from Southgate, nothing on in the middle for him. Had to go for it. Oh, and it's got through. A disaster for Mark Schwarzer. No way should that have crept past him, but Kevin Davis has given Bolton a foothold here. Brilliant play. Brilliant play from Juninho. And Middlesbrough's trophy cabinet can be declared open. Steve McLaren has made history. His squad have made history. The first major silverware in their 128-year history. وهكذا بدأت الحكاية. من شوارع ليفربول إلى قلب بولتون وضع ديفيد نولان أول بصماته في الدوري. رحلة القائد بدأت والبقية قادمة. اضغط لايك وشارك المقطع واشترك ليصلك الجزء الثاني قريبا.